بعد أكتر من 75 سنة من مقاومة العدو، وآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ ماتوا لأجل إن الأرض دي هي اللي تفضل عايشة، يطلع لنا تصريح يقول إن كل ده ملوش أي لازمة وعادي إنه يروح هدر، وإن الحل الأنسب هي إقامة دولة فلسطين الوليدة منزوعة السلاح. مين اللي قال كده وهل ده فعلا صحيح ولا لا؟ ده اللي هتتابعوه معانا في حلقة النهاردة. بس يا ريت ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوش اخواتنا في فلسطين من دعائكم بالنصر القريب ان شاء الله وزوال الغمة، وشهدائنا اللي نحسبهم عند الله شهداء ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا سمير أسامة وده برنامج من بره الصندوق. اولا اللي قال كده هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثانيا فلسطين لن ولم تبقى دولة وليدة، فلسطين هي فلسطين وموجودة من قديم الزمان. هو يا زمير مش مفروض برضه من تدخل فيما لا يعنيه ياخد كف على وش امه ويعميه؟ قصدك مين يالا بالكلام ده؟ يا عم انا بهزر معاك. قلت لي بقى معاك الزعكن. اولا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت باقامة دولة فلسطين الوليدة منزوعة السلاح، وان يكون في قوات من الناتو ومن الامم المتحدة او من الدول العربية تحمي فلسطين جنبا الى جنب مع اسرائيل. تعال ناخدها واحدة واحدة. يلا بينا. هل نزع السلاح من دولة فلسطين هو الحل المناسب؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نبص على شوية حاجات. أولاً، هي الضفة الغربية فيها مقاومة زي اللي موجودة في غزة؟ لا طبعا. يعني مش مهددين الاحتلال عسكريا اهو، ومع ذلك بيتقصفوا وبيتهانوا وبيعتقل منهم الكثير والكثير. ثانياً، هل المقاومة في بدايتها كانت بأسلحة وصواريخ زي دلوقتي؟ لا بالعكس، كانت بمجرد حجارة، ومع ذلك حصل فيهم مجازر مات فيها الآلاف. ثانيا، قوات ايه اللي تكون من الناتو او من الامم المتحدة او من الدول العربية؟ ده كل واحد من دول قتل فلسطين. اوروبا وامريكا اللي بيدعموا الكيان بكل خسة هم اللي هيحموا فلسطين من الكيان؟ الامم المتحدة اللي غمضت عينيها وقفلت بقها وسدت ودانها من اللي بيحصل في غزة هي اللي هتحميهم؟ وثالثا، انهي عرب؟ العرب اللي قعدوا فترة طويلة قوي مستنيين اذن من الكيان عشان يدخلوا المساعدات، مع ان المعبر مصري والاخر فلسطيني. ما ذكرناش اسم اسرائيل خالص. العرب اللي بيعملوا حفلات وقت ما في أكتر من 15,000 حالة استشهاد عندهم، ولا العرب اللي بيدينوا المقاومة وبيقولوا إن العملية اللي عملوها هي بربرية وشنيعة؟ الوحيد القادر على الدفاع عن فلسطين هو الشعب العربي بعد فتح الحدود، غير كده فالبقاء لله والدوام لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب هو إيه رد الكيان المخروم بقى على الكلام ده؟ وافق يعني ولا ما وافقش؟ خد المفاجأة دي، رفض يا عزيزي. ده ليه بقى ان شاء الله؟ شحاته بيتعمر؟ لا يا باشا، الفكرة مش في كده. الفكرة انه دلوقتي وهو بيضرب في فلسطين عنده حجة ومبرر خايب كده اللي هو بيعمله، ان هو جميل بس هما اللي بيضربوه، فلازم طبعا يرد ويدافع عن نفسه. لكن لما ينزع السلاح من فلسطين، ايه حجة اسرائيل في ضربها؟ ايه حجة الدول اللي بتدعم اسرائيل لدعمها ليها بعد نزع السلاح من فلسطين؟ ده غير ان الكيان مش عايز حاجة اسمها فلسطين اصلا، ولا منزوعة سلاح ولا حتى بسلاح. ما بقيتش شايف أي مبرر للتصريحات الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية دي. احنا رفضنا وجود الفلسطينيين على أرضنا في سيناء، لأن دي أرضنا واحنا اللي لينا التصرف فيها، لكن تصريحات دون ذلك ملهاش أي لازمة، لأن الفلسطينيين ما ادوناش الحق إن احنا نتكلم بناء عنهم ونقرر لهم حياتهم تمشي ازاي وما تمشيش ازاي وايه اللي يحصل فيها. ثانيا بقى، تقريبا احنا مش واخدين بالنا إن الدستور الإسرائيلي مفهوش حدود للدولة المزعومة بتاعتهم. يعني ايه يعني؟ يعني هل الأمر متوقف على غزة فقط، ولا بعد غزة هيجي الدور على حد تاني؟ مش فاهم برضه. طيب تخيل معايا ان احنا في شارع طويل وفيه بيوت. أول بيت على ناصية الشارع اسمه فلسطين، تاني بيت اسمه مصر، وتتوالى الأسامي بعد كده في القايمة. وفي كلب مسعور عايز يخش الشارع وياخد أول بيت فيه اللي هي فلسطين. نجح فعلا إن هو ياخد جزء من البيت، لكن في جزء بيقاوموا وبيحاربوا ومنعوا عن التركيز عن بقية البيوت اللي في الشارع. وبما إن أنا عارف إن الكلب المسعور ده مش هدفه بس البيت ده، لأ ده عايز بيوت تانية كتير، وده لأسباب كتير، يبقى المفروض بقية البيوت اللي في الشارع تدعم الجزء ده ولا تهاجمه؟ والله يا زمير المفروض يعني يدعموه. طيب بعد ما انا اطالب بنزع السلاح من الجزء اللي بيقاوم ده، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ما انا بسألك، ما انا بسألك. هو انت صدى صوتي؟ هو انت صدى صوتي؟ بس خلاص هقولك، بس خلاص، بس بقى بعد ما انزع القوة من الجزء اللي بيقاوم هيتم السيطرة عليه من الكلب المسعور، وهيبقى استولى على البيت كله بعد ما كان مستولي على جزء بس. وساعتها هيبتدي يبص حواليه ويلاقي ان الدور على البيت التاني اللي موجود في الشارع، لان البيت ده اصلا من زمن الزمن وهم طمعانين فيه.
عايزك تبص وتشوف مين اللي بيدعم الكيان دلوقتي، وترجع وتشوف الدول اللي احتلونا كانوا مين. وبس كده. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. عارف ان انا مقصر معاكم والله في حلقات برنامج الجنيه، بس اديكوا شايفين الاحداث الحالية، وانا والله ما فيا طاقة اتكلم في موضوع تاني بره الموضوع ده. اتمنى من قلبي فعلا ان الاحداث دي تعدي على خير، وان احنا نستريح من الكيان ده، وان كل حاجة ترجع زي ما هي. اتمنى اكون كنت ضيف خفيف على قلبكم. يا ريت ما تنسوش اخواتنا من دعائكم، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة من حلقات قناة الجنيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.